بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش راكم بنات؟ شراهي الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كاطو جديد. طبعا راح نقعدوا في البرستيج. اسفه للبنات اللي قالوا لي خلينا في التقليدي والاخر. الله غالبنا باش نبريزونتي الاشياء اللي رانا نبيعوا فيهم في كل زيت ولا ميم طون نجربهم، لاني كاين اشياء انا جا استعملتهم. وطبعا هالفرصه هي الوقت تاع العيد الصغير، خصوصا العيد الصغير تاع كاطو تاع الاشياء. وكاطونا تاع اليوم هو السيجار عندي لي مول تاعو، راح ندير حشوه جديده، راح نستعمل شوكولا جديده وانا مع بعضنا. المهم العجينه تاع السيجار هي صابلي برك. راح نستعمل قيس 125 غرام تاع زبده، راح نستعمل قيس 2 مغارف ونص تاع سكر كلاصي، راح نستعمل بيضه، راح نستعمل مغرفه صغيره تاع فاني، وراح نلم من بعد كل شيء بالفرينه على حسب راح تكون تقريبا 400 غرام هكذاك فرينه. عبالك راني ندير المونتاج وراني في حال عمال هكذا ونهدر على بها، ما كنتش تحسوا بالحيويه والخبز حلا غالب. والله عبالك الساعه راهي 3 تاع الصباح يعني باش نقول لكم. المهم قلت هذا وين خلصت الكاطو تاعي، هي قلت ديريكتومون ندير له المونتاج. هذاك هو معدوم قعد السحور نستحر نصلي ونضربها برقدة كيشي حتى المغرب. هوا وشني المغرب هذا غدوة لازم ندي، عندي 2 كوليات الاخرين راح نبعثهم باسكو خلاص حبسنا الكوليات. ساغيان يكون يديروا كشما يعني يشريو حوايج الكاطو ما توصلهمش في وقتها، تسمى دوكا نيروب والحمد لله. لا ميم طوني نجاوب على في لاباج تاع فيسبوك شنو هي نقص عليا الهرج. قلت لكم خطبة عندي 2 كوليات ومن بعد نروح ان شاء الله ندي بنتي نكسيوها كوقت. انا شريت حاجه وانا حنعتها لكم نهار العيد، هي فخفخه شويه ماهيش تاع عيد، مي قلت نديرها زعما نصور روحي بها برك تصويره برك. المهم استنوني في العيد ان شاء الله باش تشوفوا اللبسي تاع العيد. واش راح نقول لكم، راني كنت نحكي لكم على الكريمه اللي راح نحشي بها السيجار تاعي، هي كريمه المرجان. سمعتوا ليها بزاف، فنه، تعرف شني فنه، ذوقا رائعه رائعه. والكلاصاج راح نستعمل شوكولاته سافور مليحه بزاف، رطبه. شوكولا سافور هذه رطبه وش ديري لها ما تفزدلكش اصلا، ما ديري لها والو، راهي وحدها غتحميها غير في ميكروند تجيك هايله، تيبس لك ثم يعني فريمون تحفه تحفه. هنا العجينه تاعي بعد ما خليتها استراحت شويه راح نولي نحللها ونديرها رقيقه يعني مش خشينه بزاف، ومن بعد نولي نقطعها بالقطعه ونلهوث مع هذاك واش اسمه السيجارات هذوك ونلهوثهم عليها. المهم وين نشوف بلي العجينه دارت نقطع ونشوف، يعني مانيش من النوع اللي يحسب بالسنتيمتر انا هكذاك برك. انا نمشي هكذاك برك عيني ميزاني ونحبس. والله على بها ما نقدرش نقول لكم قداش سنتيمتر في العرض وفي الطول وهذيك ما خاطيني انا عيني ميزاني وفريت.
المهم كيما شفتوا حطيتهم في الفرن على درجة حرارة 180 درجة تقريبا مدة 20 دقيقة. هاكم شفتوها. المهم نطلع عليها مدة نقي اون سي جامي باسكو صعب لي ما فيهش روح اصلا. وبعد نولي نحشيها بالكريمه تاعي. المهم في كل ديزيت عندنا هذه الكريمه مورجين، عندنا الصغيره والكبيره. هذه الكبيره دير 7 اورو، عندنا الصغيره دير 3 اورو اللي يحب يجربها هكذا. عندنا كريمات اخرين، يعني عندنا قداش نوع الكريمه. المره اللي عقبتنا نعطيلكم كريمه الشاميه، وكاين كريمات اخرين، كاينين غاناش تاع بخانيني، وكاين بيستاش. المهم عندنا اشياء، وكل ما نشوفوا حاجه جديده هكذا ديريكتومون نجيبوها، باسكو حنايا الجزائريين تربينا على العقليه تاع نشتيو نجدو في بقى حلوياتنا. وخصوصا احنا كيما جينا لفرنسا لقينا قداه حاجه هكذا تمونكينا، سيرتو في الادوات، في الكريمات، في الحوايج. المهم قداه حاجات ماكينه، يعني سي بوغ سا هكذا عجبتني هذه الخدمه هذه تاع كل دي زيد. وحتى قبل ما كنت نخدم فيها، يعني كنت من لي كليونت يعني الفيديل. كنت فريمون هكذا نشوف حاجه جديده. كان بكري لي صاحب محل يبعث لي فيديوهات كي يجي حاجه جديده هكذا، يقول لي ديري لها مونتاج، يشتي ندير لهم داك المونتاج هذاك يحطهم في لاباج. ديجا انا كي يبعث لي غنشوف المونتاج الغدوه نكون ثم باش نروح نشري هذوك الاشياء الجدد هذوك اللي عجبوني وتيريوني. وهنا راني نعتلكم في الترانسفير تاعيتكم مبارك. طبعا الترانسفير هذو راهم يستعملوا مره فريده، بعد ما يستعملوا راح خلاص يقعد غير الشكل هذاك بلا هذاك الكتبه اللي كي مكتوبه. مثلا دي فوا الكتبه هذيك تفزد لك تتقاس. هذيك البلاصه راكم شفتوني كيفاش نستعملها. مثلا ندير فيها زغبه تاع شوكولا ونزينها، يعني مثلا نحط فوقها حبه تاع لوز، ولا مثلا شفتي حتى اللوز وبنترته بالذهبي هكذا بهذا الطلاء هذا، باش نقول لكم تحفه. وكما نقولوا ولا عدوا، يعني هنا نصور لكم في هذاك الكتبه وين فاسده، كما نقولوا ماهيش صالحه هذيك الكتبه هذيك. راني راح نزينها بطريقه اخرى واللي تعود مكتوبه كما نقولوا. شوف مكتوبه عيدكم مبارك كامله، هاني مخليتها. ودوكا بصح نستعمل هذيك عيدكم مبارك غير اون فوا. راني قلت لكم بعد ما تطير خلاص نستعملها، نعود الترانسفير هذا نستعملو كيما هذه الطريقه، كيما نعت لكم بالورد ولوز هكذا، يعني نبهي بيه هكا برك. احنا عندنا هنا من هذا الطلاء عندنا زوج الوان، ذهبي وفضي. مي فرانشمون عجبني، بنتوره تاع الصحه. شوف كيفاش تتبنتر لك الحاجه. واش نقول لكم، بصح في حاجه مثلا في كلاصاج، هذا الطلاء هذا فوق الكلاصاج ولا الشوكولا يعطيك خدمه اخرى. كنا عطيتلكم كيفاش تجي لك كيفاش ما تبنتر لكمش، كيما مثلا حبه تاع كيما نقولوا لوز ولا جوز راح تتبنتر كامله. بصح في الطلاء وفي الشوكولا راح يجيكم واحد اللي فيه هكذا، واحد الجيست هكذا تحفه. دوك تشوفوها معايا. وانا نعتلكم في طريقه استعمال تاع الترانسفير كيفاش يطير. شوفي كيفاش، يعني فريمون. المهم اني حطيته ما 10 دقائق في الثلاجه برك ونحيته. شوفوا كيفاش يلزق وحده، وشوفوا كيفاش الكتبه على كي حبتها تكتب. يعني فريمون عجبتني بزاف فكره تاع ترانسفير. عندنا ميلكا وجايين جا داخلين. كان عندنا فيري روشي، عندنا اوريو. المهم وكل مره نجيبوا شكل.
وأخيرا خلصت شتيكي تخلصي وتقولي. طبعا الأفكار راح نهزوهم من اليوتيوب من الانستغرام، هذه يعني هذه سير. وبصح واش نية تزيدي برك لمستك هكذا اللي خاصة بيك. المهم راكم تشوفوا كيفاش قطعتها، كيفاش الكريمة كيفاش تجي تعلك. واش نقول لكم تحفة. هنا يخلص الفيديو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم. لكن عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، واللي اول مره تشوف قناتي ما تنساش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. ما بقى لي غير نقول لكم ان الله في رواحكم، سلامه والعافيه. سلام، صحه فطوركم.